ازيكم؟ اهلا بيكم في فيديو جديد. في الاول حابب اكلمكم عن ان الفيديو هيبقى هو طبعا مش حاجة اساسية. انا هتكلم في موضوع يعني الناس كلها اغلبيتها بتفكر فيه، وفي ناس كتير عملته علشان تحصل من خلاله على الجنسية الامريكية، وهو الجواز من واحدة امريكية. حابب اقول في الاول ان الفيديو للكبار فقط. هو طبعا مش هيبقى فيه اي الفاظ خارجه ولا اي الفاظ. انا طبعا بعتمد في قناتي ان انا اتكلم باحترام وما يبقاش فيه اي الفاظ عشان الفيديو يتناسب مع كل الاعمار. ولكن هو فيديو للكبار، يعني لو انت طفل او صغير او تحت 18 سنه مش هتستفاد منه حاجه يعني. طيب. جواز الامريكيه مش سهل خالص زي ما انتم متخيلين. في ناس يقول لك ده اسهل حاجه يا عم، ده الامريكات سهلين جدا ومش عارف ايه والكلام ده. لا، جواز الامريكات مش سهل خالص. ليه بقى؟ لان ثقافه الامريكان ان هم بيحبوا يصاحبوا، بيحبوا يقضوها، ما بيحبوش يتجوزوا اساسا. هم دايما في الغالب طبيعتهم كده، يعني دي البيئه اللي هم اتربوا فيها، متعودين ان اللي حواليهم بيخلفوا عادي من غير ما يتجوزوا. طبعا انا ما بقولش ان انا موافق على الكلام ده، انا ماليش دعوه خالص، انا بقول لك اللي بيحصل يعني عشان ما الاقيش حد في الكومنتات جاي بيقول لي وانت ازاي موافق والكلام ده. لا، انا مجرد بقول اللي بيحصل، انا ماليش اي دعوه سواء اوافق او ارفض، انا ماليش اي دعوه يعني، ماليش علاقه. ولكن هم في الغالب ما بيحبوش يتجوزوا، ولو لقيت واحده تتجوزها، هتبقى يا واحده معقده نفسيا، يا اما واحده تخينه قوي ومحدش بيبص لها، يا اما واحده عندها مشاكل نفسيه وبرضه ما فيش حد معبرها. فانت لو لقيت واحده تتجوزها بالسهوله اللي انت متخيلها، تاكد ان هي فيها عيب، واوعى اوعى اوعى تربط نفسك بيها ابدا، لانك هتندم ندم شديد طول عمرك. يعني هتعيش طول عمرك ندمان على اللي انت عملته. ومش بس كده، انا عارف ناس كمان اتجوزوا بالمنظر ده كده وودتهم في 60 داهية. يعني رحلتهم على بلادهم، واللي خدت منهم الجنسية، واللي مش قادر يشوف عياله. كل ده بسبب ان هي يعني بتبقى زوجة مش صالحة، طبعا ما بتبقاش ست كويسة يعني الواحد يأتمن نفسه عليها خالص. فاوعى اوعى اوعى تتجوز واحدة غير لما تبقى عارفها كويس جدا جدا جدا، وضامن ان هي ما عندهاش اي مشاكل خالص. لان هي في الاول ممكن ترسم عليك ان هي كويسة وبنت ناس ومش عارف ايه، وبعد الجواز تبص تلاقي معاك غوريلا يعني. بيتحولوا بعد الجواز، يعني ممكن تبقى رسم عليك في الاول. فنصيحتي ليك انك تخلي بالك كويس جدا في الموضوع ده، لانك لو لبست هتلبس طول عمرك، وهتبقى لابسة سيئة جدا، هتقعد طول عمرك ندمان عليها. و طيب، هل الأمريكيات يعني لو واحدة أمريكية طبيعية كويسة، هل بيبقوا بطبعهم خاينين؟ أوكي. آه هما بطبع الأمريكان ما بيبقوش خاينين قوي يعني بالمنظر اللي أنت متخيله ده. ولكن في منهم كتير بيبقى زبالة، يعني بيبقى في منتهى الزبالة. اللي هو في ناس يعني برضو أنا أعرف أسمع عنهم، يعني ما أعرفهمش، إن هم رجعوا لقوا مراتاتهم مع رجالة تانيين غريبة في البيت، وما قدرش يعمل حاجة لأن هي الباور، وأي حاجة تطلب ال 911، تطلب الشرطة يعني البوليس، وتقول ده اتهجم عليا. وهي في أمريكا دلوقتي المرأة مصدقة بنسبة 100%، يعني أي حاجة هتقولها هتتصدق. ففي منهم اللي رجع لقى كده وما قدرش يتكلم وسكت، وفي منهم اللي ما سكتش وراح في 60 داهية بسبب ان هي ودته في داهية يعني. فهما بيبقوا نفسيا مش متظبطين. نتكلم بقى على البنات العادية، فهم بطبعهم برضو ما بيبقوش خاينين يعني. البنات الامريكيان الامريكات الامريكيات بيحبوا جوازهم جدا. لو هي متجوزة فتأكد ان هي بتحب جوزها جدا 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 ومش هتخونه ابدا. آه، ولكن ده لو انت عارف يعني ان هي انسانه فعلا كويسه وانتوا بتحبوا بعض وكده، وشايف ان هي فعلا شخصيه ينفع انك تعاشرها وتتجوزها. عرفنا ان هما الستات الامريكيات مش خاينين بطبعهم يعني، وما بيخونوش، وبالعكس وبيقدروا اللي معاهم كويس جدا. طيب، ليه بقى كعرب بيحصل مشاكل كتير بينهم وبين مراتاتهم وكده؟ ليه؟ لأن الست الأمريكية الطبيعية ما تحبش جوزها لا يقول لها رايحة فين، ولا جاية منين، ولا ما تلبسيش ده، ولا ما تاكليش ده، وتروحي مش عارف فين وتسمعي اللي بقولك عليه. لا، هما مش معنى ان هي متجوزاك فان انت تمشيها على مزاجك. هما بيحبوا يبقى ليهم طابع خاص بيهم. هما بس اللي يبقوا عارفين هما بيعملوا ايه، ويعملوا اللي هما عايزينه من غير ما انت تقول لهم حاجة. يعني ما تحبش تقول لها مثلا اخرج بره الساعه 10 بالليل، لا، هي ممكن تطلع تقعد مع اصحابها للصبح عادي، مش هتفرق معاها. وما تحبكش ان انت تتكلم في الموضوع ده.
يعني ما تقولهاش الساعة كام معاكِ وشوية الكلام ده، لأ، ده اللي بيبوّظ الدنيا خالص، لإن هُم أصلًا ما بيحبوش الكلام ده، ما بيحبوش التحكُّمات خالص، ولكن آآ يعني هُم يحبّوا ياخدوا راحتهم على الآخر، بس هي برضه في الأول وفي الأخير بتبقى محترمة جوزها ومقدّراه يعني، يعني هي من نَفْسها هتلاقيها ما بتعملش الكلام ده غير مرّة قليل جدًا يعني، وتأكد إن هي ما فيش حد هتكلّمه وإن هي بتبقى 100% ولائها لجوزها أو صاحبها يعني أو خطيبها أيًا كان. طيب هل أنت تنصحني إن أنا أتجوّز أمريكية لو أنت عايز تاخد الجنسية؟ طيب بُص، في الأول وفي الأخير أنا ما انصحكش إن أنت تتجوّز واحدة أنت ما بتحبهاش أساسًا، لإنّك بعد كده ممكن تزهق منها أو تكرهها. لو واحدة يعني أنت مش بتحبها وما لكش ذكريات معاها، فأنا شايف إنّك ما تتجوّزهاش، وفي 50 تأشيرة تانية ممكن تاخدها تروح بيها أمريكا وتكسب بيهم الجنسية عادي جدًا، فمش لازم إنّك تبوّظ الدنيا كده وتبوّظ حياتك، لإن أنا زي ما قُلت لك بيبقى انتقامهم رهيب، وممكن تبوّظ لك حياتك خالص لو أنت خدت الجنسية وسِبتها. يعني ممكن توصل إن هي ترجّعك بلدك، ممكن توصل إن هي تسجنك 10 سنين، وليهم طرقهم وبيبقوا عارفين، يعني هم بيبقوا صايعين في الحتّة دي وعارفين هم بيعملوا إيه كويس جدًا. يبقى آخر الفيديو نقول هل جواز الأمريكية سهل زي ما إحنا كنا متوقعين؟ لأ، جواز الأمريكية مش سهل خالص، لو هتصاحب أمريكية الجواز الصحوبية سهلة جدًا، لو هتتجوز أمريكية الجواز صعب جدًا، لإن عندهم الجواز بكلمة والطلاق بيقعد سنين عقبال ما تعرف تتطلّق يعني، يعني في بعض البلاد العربية بيبقى الجواز هو اللي صعب والطلاق بكلمة، في أمريكا العكس، ركّز بقى في الحتّة دي، في أمريكا الجواز بكلمة والطلاق صعب جدًا، صعب جدًا وبيبقى فيه مشاكل ومحاكم وبتبقى بلاوي زرقا يعني، فأنا ما انصحكش لو أنت فعلًا مش ناوي إن أنت تكمّل معاها أو شاكك ولو بنسبة 1% إن أنت ممكن تكمّل معاها حياتك، ما تخشش الجوازة دي، ما تخشش الجوازة دي عشان ما تندمش ويبقى في مشاكل، خلّي حياتك إيه، خلّيك راجل رايق كده، أنا دايمًا أحب الناس الرايقة وأقول إيه، اسعى للروقان. ليه تسعى للروقان؟ علشان حياتك تبقى مرتاحة وتعيش الحياة اللي أنت بتتمناها حياة سعيدة، ما فيهاش أي مشاكل. في آخر الفيديو أتمنى ما أكونش طوّلت عليكم، وأتمنى أكون فدتكم بالمعلومات اللي عندي، علشان في ناس كتير أوي فاكرين إن هُم هيعرف يتجوّز أمريكية في ثانية وإن الكلام ده سهل، كان لازم أحذّرهم من النقط دي اللي ياخدوا بالهم منها، علشان ما يروحوش في داهية بسبب الموضوع ده، الموضوع خطر يعني لو قلبت عليك هتوديك ورا الشمس. بس كده. أتمنى يكون الفيديو عجبكم، ولو عجبك الفيديو اديني واحد لايك على السريع، ولو مش مشترك في القناة ممكن تشترك في القناة عشان يوصل لك كل جديد، ولو عايزين تشوفوا فيديوهات معينة اكتبوا لي تحت في الكومنتات، أو لو عندك سؤال برضه اكتبوا لي تحت في الكومنتات، أنا دايما يعني بحرص إن أنا أرد على الناس أول بأول، وسامحوني لو اتأخرت عليكم في الرد، ولكن أنا دايما بحاول إن أنا أرد على الناس بأسرع وقت ممكن. يعني أسرع وقت أقدر عليه بارُد فيه على الناس فعلًا، وباحب دايمًا أبقى in contact مع الناس يعني in contact. أتمنى يكون الفيديو عجبكم زي ما قُلت، وأشوفكم الفيديو اللي جاي. سلام عليكم.